مرشوش قدام الأوضة وسرة فيها رمل من المقابر وكيس بلاستيك مليان أعمال. أسرار الفنانات مع السحر هيخلي كل اللي يسمع حكاياتهم يكون في حالة ذهول. يا ترى إيه حكاية كل فنانة؟ ومفاجأة عن منتج عمل سحر الفنانة علشان خلافات بينهم. حكاية ياسمين عبد العزيز ولا في الأحلام. وليه شيرين عبد الوهاب دماغها عملت ايرور. ما تيجي نعرف حكاية الفنانات والسحر في الفيديو ده. في نجوم في الوسط الفني اتعرضوا فعلا لسحر اسود واعترفوا بالكلام ده على الملأ وقالوا الاضرار اللي حصلت لهم بسبب السحر ده. منهم الفنانه شيرين عبد الوهاب اللي طلعت واتكلمت عن السحر وقالت انها لقت على باب بيتها سره فيها رمل من المقابر ومفتاح اوضه نومها كان جوه السره. كمان شيرين قالت انها بتعاني من القرينه ولما بيحصل لها كده بتشغل صوره قاف وساعات كمان بيجي لها احساس بالخوف والبكاء لدرجه انها بتعيط من غير سبب في اوضتها وهي لوحدها. احيانا كمان كانت بتتخيل ان الاوضه فيها ثعبان بتقول لنفسها لا دي روح شريره. وفي ناس بيرموا حاجات في البيوت عشان يأذوا الناس. مش بس كده، دي شيرين بتحكي ان الفنانه ياسمين عبد العزيز اتعرضت لسحر وكان معمول لها عشان تنهي حياتها خالص وان الازمه الصحيه الاخيره اللي حصلت لياسمين كانت فيها فعلا بين الحياه والرحيل منها ودي كان سببها سحر مش سبب تعب ولا حاجه. في عبده كمان كان عندها قصه مع السحر بعد ما لقيت كيس بلاستيك مليان سحر واعمال في البيت واللي عملوا لها السحر ده كتير. في ناس قالوا لها ارميهم في الميه وناس تانية قالوا لها ارميهم في الطريق. بعد كلام في عبده عن السحر المنتج السينمائي احمد الزواوي طلع في القنوات وقال ان هو اللي عمل سحر لفيفي عبده عشان يأذيها بسبب وجود خلافات بينه وبينها. قال كمان ان في طرق بيستعملوها لو ليهم حق عند حد ومش عارفين يجيبوه ووصف الطرق دي انها تخص علم الفلك مش السحر. شهيرة كمان اتكلمت عن السحر وقالت انها كانت بتسمع عن السحر والاعمال وفي مرة ضايقت حد فجأة لقيت نفسي كل ما اجي احط مكياج ما اقدرش والاقي شكشكة كده في وشي وما اقدرش احط المكياج. راحت وقتها مستشفى في باريس لكن كل الدكاترة قالوا لها انك ما عندكيش اي حاجة خالص وبرضه فضلت ما تقدرش تحط مكياج فترة طويلة وبطلت شغل. لكنها كانت بتقرأ دايما قرآن وما عرفتش مين اللي عمل لها السحر لحد دلوقتي رغم ان في ناس كتير قالت لها على واحدة معينة لكنها ما بتحبش تظلم حد. سمية الخشاب كمان قالت ان في فنانة مش طايقاها عملت لها عمل عند واحد مغربي لكنها مش بتخاف من السحر والاعمال لانها محمية بنور الله ومحدش يقدر عليها. حورية فرغلي شافت ان عدم الانجاب بالنسبة لها بسبب سحر معمول لها من حد انها يعني ما تبقاش ام. الفنانة كمان سوزان نجم الدين اتعرضت للسحر والحسد ودول بقى دمروا حياتها بالذات بعد ما دخلت مجال الفن وكان في غيرة من بعض الفنانات الموجودين على الساحة الفنية. حكت كمان انها راحت لشيوخ الدين علشان تقدر تفك السحر وترجع لحياتها من تاني وبالذات ان السحر خرب حياتها وعرض بيتها للهدم وكل حاجة في حياتها باظت. رانيا يوسف كمان اتعرضت للسحر من فنانة وده كله عشان توقع بينها وبين جوزها المنتج محمد مختار وعشان كده رانيا عانت كتير خلال حياتها الزوجية وانفصلت بعد 11 سنة وده بسبب فنانات كانوا بيغيروا من نجاحها وعشان كده عملوا لها سحر. ايه رأيكم بقى في قصص الفنانات مع السحر والأعمال؟ هل فعلا في ناس بتتعرض لحاجة زي كده وتأثر على حياتهم؟ قولوا لنا في التعليقات.